عليا النعمة الواحد ما بقاش فاهم اي حاجة للبلد دي. كل شوية كده وكل يوم يجيب لك قضية من قضايا المشاهير ويفضلوا يتكلموا ويهلفطوا فيها ويضيعوا وقت البرنامج عليها كده أونطة في أونطة، وإلهاء للناس والشعوب كده على الفاضي دون أي جدوى أو مصلحة للمواطن أبدا، وكله بياكل عيش كده على الفاضي وخلاص. زي مثلا كده المشكلة بتاعت عيال محمود عبد العزيز، مسكنها برضو عمالين يتكلموا ويرطرطوا فيها. طب دي امور شخصية، احنا مالنا ومالها يعني، عدم المؤاخذة يعني. وليه احنا بقى مصممين كده كل فضايح النجوم والمشاهير ننزلها على السوشيال ميديا او على الشاشات وما وراناش حاجة غير الكلام فيها؟ خلاص يعني كل مشاكلنا اتحلت؟ ما عندنا مليون مشكلة ومشكلة عندها حل، كك حل وسطك انت وهو. عمرو أديب وتامر والناس دي سايبين كل المشاكل والمصايب بتاعت البلد اللي محتاجة مليون حل وحل، ومسك لك الموضوع ده وغيره وغيره. يا ترى هتورث مش هتورث؟ طب يعني هيعملوا؟ طب احنا مالنا ومال الكلام ده؟ ايه المصلحة يعني كده اللي هتعود على المواطن من الحاجات دي؟ بدل كده ما نكبر كده ونرتقي ونختار المواضيع والكلام اللي نتكلم فيه واللي تفيد المواطن والمشاهد، لا ماسكين الفضايح. ركز على الفضايح، هي اللي بتأكل عيش وهي اللي بتعمل مشاهدات وإعلانات، وبقينا تافهين تفاهة. الله المستعان يا أخي.